من دبي من شارع الوصل وتحديدا من وصل 51 فايت على مطعم حشارك معكم أكلات عن جد بتاخذ العقل. وين أنا؟ شوفوا معي. هذا المطعم طلبت عنده 4 أطباق، 2 ستارتر وواحد مين، وبعدين حأرجيكم شو حنتحلى. الحلو شي ما بتعرفوه أبدا، ومن الستارترز شغلة ما أظن شايفينها أنتم من قبل، جبنة عليها عجينة الكنافة بتتقدم مع العسل والزعتر. بسم الله. والله العظيم رائع. روبيان السكامبي بصوص العسل، شوفوها ما أحلاها. بتحطوا عليها هذا الصوص هيك، ريتسة روبيانة، قولوا بسم الله. هذا الطبق مو بس يفوز، طبق خارق. شورت ريبس بارميجانو اورزو مع المشروم. هي اللحمة، هي لحمة دايبة فارطة. بسم الله، نحرق الإيدين. هي اللحمة، لسان العصفور مع البارميجانو مع شورت ريبس اللي مطبوخة أكثر من 5-6 ساعات. قول بسم الله. الفطر الفريش اللي مستعملينه، طعمة جبنة البارميجان، اللحمة قديش تندر وقديش سوفت وقديش جوسي، وفيها نكهات بتخوف. والأورزو ما بحكي لكم شو حنتحلى بقى. هذا الحلو ما أظن إنه في حدا منكم مجربه من قبل. ليش؟ لأنه المطعم هو يلي مخترع هاي الشغلة. جابوا حلاوة الطحينية وعملوها سوفليه، بيقدموها مع آيس كريم جنب منها الفانيل والفستق الحلبي. وشوفوا تعملوا لها هيك. وأنا من عشاق شيء اسمه حلاوة طحينية، من عشاقها. شوفوا لي هالمنظر هذا، تتقدم سخنة. بسم الله. ما بعرف شو بدي اقول لك، وحياة الله ما بعرف شو بدي اقول لك. يمكن من أقوى اختراعات، من أقوى الاختراعات. عرق السقف، شلحت الطاقية ومكمل غوصان بهالاختراع السوبر سوبر سوبر خرافي. وين أنا؟ شوفوا، مطعم اسمه يافا، يعني يافا.